اغلبيه ديالكم هاد الايامات سمعوا على فيلم ديال الرعب اللي داير ضجه اللي سميتو سجين اللي خرج في نوفمبر تقريبا من هذه شهرين. اللي خلى الفيلم يولي مشهور بهذه الطريقه ماشي على انه قصه رعب فقط، حيت كيقولوا انه عامر بالسحر الاسود. اي واحد كيتفرج فيه كتوقع ليه شي حاجه من وراه، وكثر من هذا الشيء الفيلم كيتسمعوا فيه ايات قرانيه، وحتى من الصوره ديال الفيلم كتبين لك كل شيء. وعاد باش وصل الفيلم كيتم تطبيق ديال السحر. هذا الفيلم ماشي جديد، الاصل ديالو تركي وخرج هذه 10 سنين. السيري ديال 6 الافلام اللي حتى هو تحت عنوان واحد سجين بالتركيه، واللي كطبقوا فيها نفس القصه. السلسله اللي لقات نجاح كبير في الوقت ديالها، كما قلنا ان سلسله تركيه بدات في 2014 وسالت 2019 بالجزء السادس. بين من السميه وحتى الكوفر انه فيلم رعب سجين. الا عرفتي المعنى ديال الاسلامي غادي تصدم وتقدر تزيد تعمق في القصه. السجين هو واحد المكان كيمشيو ليه الفجار بعد الموت، وكاين اللي كيقول هي اقصى مرتبه ديال جهنم، وكاين اللي كيقول انه بير في جهنم. نجيو دابا الفيلم اللي دار هاد الضجه كامله اللي هو سجين 2023 اللي خرج من هذه شهرين، اللي فيه ساعه و40 دقيقه. واللغه اللي غادي يتعرض بها هي الاندونيسيه. علاش؟ حيت السكان ديال هاد البلد 90% منهم مسلمين. وهاد النسخه ديال الفيلم غتكون النسخه الاولى ما كتعرفي والو في افلام الرعب، خصوصا في الكوفر والدعايه ديال الفيلم. هادشي اللي خداو عليه بزاف ديال الانتقادات نظرا لانه بلد مسلم. فراه في الكوفر ديال الفيلم كتب لنا واحد المراه اللي مسكونه داير بها واحد لغطه، ولا حققتي في هاد اللغطه غادي يبانو شي كلمات بحال بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم، الكلمات اللي كاينين في آية كرسي من سورة البقرة. أي أن داك الغطاء اللي ملوية فيه ديك المرأة في آية الكرسي. أكثر من هادشي كنشوفوا أنهم حاطين 4 ديال المصاحف اللي دايرين بالسيدة في واحد الدار اللي كتبان قديمة أو لا مهجورة. بطبيعة الحال تستعمل الدين بهذه الطريقة في بلد إسلامي، هادشي اللي خلاه يتعرض بزاف ديال الانتقادات قبل حتى ما يخرج. خصوصا اننا حنا عزين الافلام الرعب، وولفنا ان افلام الرعب كيتنسبوا للمسيحيه، بحال ملي كتبان لك شي راهبه ولا الصليب. ديما كان الاسلام بعيد، ولكن في هذا الفيلم قدروا يدخلوه. هنا بزاف ديال الناس غيقولوا شنو هي القصه ديال هذا الفيلم، علاش كيهضر واشنو فيه اللي كيخلع. الفيلم باختصار كيهضر على واحد العائله اندونيسيه فين واحد البنت من العائله كتبغي واحد السيد، وهذا السيد مزوج وعنده ولادو. واخا هكاك ديك البنت ما باغاش تحيد ديك السيد من دماغها اولا تبعد منه، ومازال باغاه يكون ديالها ومن نصيبها. هذا هو الامر اللي خلاها تستعمل السحر الاسود باش ترجعوا ليها. ولكن في الاخر هذا السحر هذا غادي يقلب عليهم الدنيا كاملين.